السلام عليكم. كما قلت لكم قبل، ديما كلامي ثابت، هو المدرب التونسي جبان جبان، ومدرب عنده أفكار بالية، فكر قديم. الكرة تطورت وهو ما حبش يتطور. المدرب التونسي بنفس الفكر البالي. قائمة المنتخب التونسي فيها 4 حراس، كان ممكن ياخذ 3 حراس فقط ويربح لاعب ثاني، يجيب لاعب شاب وكذا. على ذكر اللاعبين الشبان، اليوم القائمة هذه كالعادة فيها لاعبين أكثر من 30 سنة، فيها تقيب عندك 6 و7 لاعبين، في غياب لاعبين اخرين 18 و 19 سنه، بتعلة انهم مازالوا صغار ومازال قدامهم العمر. انا لحد الان ما فهمتش هالعقليه هالباليه وهالجبن المدرب التونسي الجبان. وراو شوف ما يغلطوكمش، راهو بكلمتين بالفرنسي، وراو هذا ريليور وهذا ريجيسير وهذا فوليي وهذا يعمل ماركاج راه ضرب اللغه، راهو محل سره تلقى خيط. المدرب التونسي جبان، والكرة التونسية ما تتصلحش إلا بمدرب أجنبي. يلزم ثورة، يلزم تغيير عميق في العقلية، في المنتاليتي، في الثقافة الكروية. وحتى كل البلاتوات بتاعهم كل ديما هما يحكوا في التكتيك 3-5-2 4-3-3، وهذا يشدك. المشكل في تونس ما هوش تكتيك، إذا كان ما عندكش استعداد نفسي واستعداد ذهني، إذا كان العقلية والثقافة الكروية ثقافة دفاعية وكذلك، ما تنجمش تبني خطة لكن ما عندكش لاعب جاهز بمواصفات معينة. اليوم انت عندك فرصة، الاتحاد الافريقي يعطيك فرصة باش تجيب 28 لاعب، استغلها 28، جيب منهم 4-5 لاعبين شبان. لا ما نجيبش. اليوم سألوه في الندوة الصحفية، يا خويا علاش ما جبتش بوعسكر؟ عندك بك جبت 4 حراس يا سيدي، جيب 3 جيب. قال لك لا، ما نحبش نجيبه ونجازف به ونخاف ونحطه في كونتكس، وممكن انا بعدين نزيد نضره كي يودينا كونتكس. هو مش باش يلعب حارس رابع، هو الحارس الثاني والثالث ممكن ما يلعبوش. اذا كان الحارس الاول دحمان كمل بدون اصابات او بدون ورقه صفراء او ورقتين صفر او حمراء، باش يبقى هو يعني اذا جبت حارس رابع فين الضرر؟ نحب نعرف. بالعكس باش تجيبه باش تعطيه انرجي وتشجعه ويدخل في الجو، وباش نفسيا تحضره. لكن تحب تعمل المدرب التونسي الجبان جايب لي لاعبين، جايب لا يجيب لي الجزيري. تو مانيش باش نمشي نبدا نحكي على على لي غارديان، ومن بعد نجي لزاريير، ونجي للاكس، ومن بعد نجي اللاعبين الوسط بتاع الدفاع، ولاعبين الوسط بتاع الهجوم، ولي زيليي ولي زاتاكون. لا باش تاخذ برشا وقت. نحكي اون جينيرال. لاعب كيما هذا الجزيري هذا بتاع الزمالك، تو هذا لاعب تجيبه لا اله الا الله. تو مخلي لاعب في بتاع فانكوفر، لاعب شاب عمره 19 19 سنه ويلعب في فانكوفر. فتعرف فانكوفر يا صاحبي راهو المتصدر نتاع الام ال اس، البطوله الامريكيه. الناس ما تعرفش راهي البطوله الامريكيه فيها فرق بتاع كندا كيما فانكوفر، لانه فيها ميكس كندا وامريكا. هذا افضل فريق في شمال امريكا، افضل فريق متصدر، وهو يلعب مع شكون؟ يلعب مع لاعبين، مع اللاعب الالماني مولر. شو اسمه هذا؟ يلعب مع مولر. ما تعيطش عليه. يدي لما الاس احسن من البطوله التونسيه ب10 مرات. ما فهمتش الناس كيفاش تفكر. اللاعب بتاع مارسيليا ايش اسمه؟ دوبال، انيس دوبال، اليوم اساسي في فريق مارسيليا. 19 اقل من 19 سنه، وهو شاف ديكيب، وعن قريب باش يطلعوه للفريق الاول. وصح عملوا معاه عقد احترافي. انيس دوبال قسما بالله اريغوش، قسما بالله احسن من معلول، تو احسن من كل. صحيح مع الابدي لا، لكن لاعب ممتاز، احسن من وناس، من معلول، من بن حميده، من كل. لا قال لك مازال صغير عمره 18. نسيم الدنداني بتاع موناكو هزوا البطوله العربيه ما لعبوش دقيقه، قال لك نخاف عليه. وعلى فكره راهو نفاق منافقين، قال لك هو وعنان للزوز نخاف عليهم ما لعبهمش. وما هو الماتش الاخر بتاع الماتش الثاني استغفر الله بتاع فلسطين، عنان لعبها بن دنداني ما لعبش. تعرفوش علاش؟ هتجي بيكم انا من الاخر وروا فرقها الرومانه هذه. راهو قلت لكم راهو مدرب جبان، المدرب التونسي جبان ومدرب كلاسيكي، افكاره باليه
ولكن تحركوا حاجه، وهذه اللي نحب نركز عليها. يخاف من القواعد الجماهيريه بتاع الفرق التونسيه. كل فريق، لو كليب، ليسبيرونس، لتوال، سي اس اس، خاصه الاربع فرق هذوم، كل فريق عنده قاعده جماهيريه. اليوم كي يجيب عنان باش يرضي لتوال، اليوم يجيب هذا معلول باش يرضي سي اس اس، يجيب هذا يرضي الكليب، يرضي بن حميده، يرضي ترجي. هذه هي راه. تو اليوم ما جابش معسكر وجاب تاع لتوال، فهمت ولا لا؟ علاش زعما اليوم انيس دوبال مش جاب، وجاب مثلا معلول، وجاب مش عارف. وقلت لكم هذا اللاعب بتاع فانكوفر من اروع ما ثم. شو اسمه سميته تو نسيت، ولا اله الا الله محمد رسول الله. الدنداني وغيرها انا كنت نجيب الاخرى الاربعه هذوما او الخمسه، هذا نجيب خمسه لاعبين هذوما صغار ونستغنى على ذاك. جيبهم، حذرهم حذرهم. علاش المدرب التونسي يميل للاعب المحلي؟ راهو ديما يميل للاعب المحلي، ويميل للاعبين الكبار في السن، وما يجيبش اللاعبين اللي في اوروبا بدعوى انهم صغار وانهم مش عارف كذا. باش تكون في اوروبا وجي يلزمك تلعب في فريقك كما نقول وكا عندك يلزم يكون مردودك متميز وكذا وتقنع وكذا باش يجيبك. اما اللاعب التونسي في البطوله المحليه حتى مردودك عادي مش متميز. خي تو بالله تو سميك بقداش من لاعب في البطوله التونسيه مردودهم عادي. تو كي تجيب الجزيري من الزمالك وين مردوده؟ يسجل هدف مع الزمالك ويبقى 7 8 مقابلات ما يسجلش. انا ما فهمتش كيفاش المدرب التونسي بالطريقه اللي يفكر يخاف من الجماهير التونسيه لا تلومه وكذا. عقليه بالي، ومش هو وحده، ومعاه هذوما المحلين. اقسم بالله كل مره ندخل على بلاتو نفس العقليه الباليه، نفس التفكير البالي. ما يغركمش راهو يجوا ينقذوا في طرابلسي هما كيف راهو. اقسم بالله هم متحيزين للاعب المحلي. وما كنت تتذكروا حنا بعد شو عملوا فيه؟ مزبلوا بيه الدنيا. سبان وشهك القربي وعمار جمل وكل شكون يغسب روحه ومش عارف شكون. هانو اثبت روحه بالسيف عليها. الغربي المره اللي فاتت ما شفتوا كيفاش في مقابله بتاع سوريا، لانه ما عملش المردور متميز وشيء طبيعي ومفهوم ومنطقي، لان اللي يلعبوا معاه ما همش جوار دو كاليتي. بالطبيعه الراجل باش يغيب. هبطوا عليه وينك اخوي وتحكوا لنا عليه وشنو وش باش تردوه لنا. شوف، لانه شكون وراه؟ الغربي ولا حنا بعل ولا سعد؟ شكون وراهم؟ ما عندهمش قاعده جماهيريه هنا في تونس. فهمتني؟ كلاش ثم قاعده بتاع كليب، اسبيرونس، لتوال، سي اس اس. تو تشوف كيفاش تو تشوف يولوا يتردوا ويخافوا. والله نسمعهم اقسم بالله. ثم واحد ما ذكرش اسمه في برنامج بتاع موزايك يا فام، اكل سد مساعد نبيل معلول، يا ربي شو اسمه نسيت اسمه، يسالوا فيه على بن رمضان وعلى سيسي، ويسالوه على الغربي وعلى حنا بعل. تشوف النقد كيفاش، وكي يسالوا على لاعب محلي مثلا بن رمضان مثلا، لا والله يمر بفتره وبن رمضان عنده مده ويمر بفتره وان شاء الله يرجع. ويبدا يتلكأ التلكؤات، فهمتني؟ والتكلفات البارده، ويهز ويمشي منا ويدور منا باش يسلكها وكذا، خاطر يخاف. بن رمضان جمهور الاسبيرونس يهبطوا عليك، ويبدو اللاعب المحلي يقولوا التبرير، ويبدو هكا ما ينجموش ياخذوه ديريكت، ما ينجموش يخافوا. اما اللاعب في اوروبا عادي يعفس على والديه. هذه هي العقليه. شوفوا، بالنسبه بالطبيعه انا كتونسي ماذا بين المنتخب يربح. هاو جايين نحن الكوب دافريك، هاو بالذات لي 10 ايام ولا 12 يوم. اما راه نقول لكم، وانا ممكن عكس برشا ناس تو هاني اغلبهم يقول لك متفائل. علاش؟ لان ما مشيناش في البطوله العربيه. اما البطوله الافريقيه هذه المنتخب التونسي باش يمشي وباش يثأر وباش تكون ليه البطوله العربيه، باش تكون حافز ليه. راه والله يا ذنوبي، راه الماتش الاول اللي كان ما ربحناش، هاو تذكروني لا ما ربحناش، ونقول لا ربحناه ممكن تتغير المعطيات. اما لا ما ربحناش لانه عندنا مشكله في الماتشات الاولى. نحن ديما كاس افريقيا وكاس العربيه ديما نخسروا الماتش الاول. لا ما ربحناش الماتش الاول يا ذنوبي. راهو منتخب ما عندوش شخصيه. علاش؟ مش بسبب اللاعبين، بسبب الاطار الفني. راهو اللاعبين يتاثروا بالاطار الفني. راه الكونسينيمون اللي يعطيها المدرب راه يتاثر. نتذكر مره اللاعب بن خلف الله في المنتخب التونسي، ما نعرفش كي تتذكروا، مره قال راه نحن جينا تعليمات باش ما نقدموش، نلعبوا تالي. عادل الشادلي قداش من جوار، الحرباوي، الكل تكلموا. وتكلم هكاك ويقول لك لا خويا كوزينه انترن واش دخلك انت ومش عارف، ويدخلك منه. عقليه باليه اقسم بالله. راه مش نقول لكم تونس ما عندنا جوارات، او عندنا
عندنا جوارات مش صحيح مازال ما عندناش جوارات المغرب كما نقولوا نحن. عندنا سعد، عندنا الغربي، عندنا لاعبين باهيين مش خايبين، عندنا يعني حنا بعد عندنا كذا. لكن اللاعبين المحليين في رايي الشخصي قسما بالله انا قلت شو حتى ساسي اللي يشكروا فيه رجع ها هو ذكروني راهو ما يجيش لاعب. صدقوني انا نحكم على جوير مش على خاطر ماتش رجع سجل هدف ولا عمل لي حركه باهيه، عمل لي جيست باهيه. لا انا نحكم على مسيره كامله. قسما بالله اللاعبين المحليين انا نقول شوف باستثناء بالعكس ثم لاعبين يستاهلوا ما جابوهمش. لاعب قراقي العيوني هذاك نتاع الاتوال والله قسما بالله خير من برشا اخرين. احنا في تونس لاعبين محليين ما عندناش الكاليتي باستثناء عدد على افراد الاصابع يتعدوا. اللاعب الاوروبي التونسي اللي يلعب في اوروبا متكون فيزيكمون تكتيكمون كل شيء ايش تحب عليه خير. والمدرب التونسي ماهوش هو الحل، هو عائق امام تطور الكره التونسيه من الاخر. السلام عليكم.